السلام عليكم. لما تحب تتكلم عن الكورة في اسكندرية بعد ما يجي في ذهنك الاتحاد السكندري سيدي البلد، يجي على طول في ذهنك نادي الأولمبي السكندري. نادي الأولمبي السكندري هو من أعرق الأندية الموجودة في اسكندرية، ولها تاريخ جميل جدا وكبير جدا، وطبعا وليه محبين وعشاق ومريدين. فنادي الأولمبي يعني مش محتاج ان انت تعرف بيه الناس، لان الناس كلها عارفه النادي الاولمبي في اسكندريه عامل ازاي وشعبيته عامله ازاي. اتاسس سنه 1905. هو كام نادي في اسكندريه بيلعبوا في الممتاز؟ عندك نادي سموحه، ونادي سموحه بيلعب في الممتاز وهو اصلا اتاسس سنه 1949. يعني في فرق 44 سنه بينه وبين الاولمبي. الاتحاد السكندري سيدي البلد اتاسس سنه 1914. يعني في فرق 9 سنين بينه وبين الاولمبي. وعندك كمان سبورتنج اتأسس سنة 1890، يعني أقدم من الأولمبي ب 15 سنة. فلما تيجي كده تقارن، لا، هي مش بالأقدمية ومش بتاريخ الإنشاء، بالعكس. يعني أنت لما تبص لسموحة فرق 44 سنة بينه وبين الأولمبي. سموحة في الممتاز والأولمبي أهو زي ما أنت شايف بيلعب في الدرجة الثالثة. فيعني الموضوع مش بالتاريخ، التاريخ لوحده والاسم لوحده مش كفاية ان هو يحقق ويلبي طموحات جماهير ومحبين وعشاق النادي الأولمبي. وذكرنا لكم الأمثلة على كده. أنا هدي لك مثل صغير عشان تعرف إن التاريخ لوحده مش كفاية والتاريخ الإنشاء لوحده مش كفاية. مين النهارده بينافس الأهلي والزمالك على المستوى المحلي والأفريقي؟ نادي بيراميدز. إيه نادي بيراميدز؟ أنشئ سنة كام؟ اتأسس سنة كام بيراميدز؟ نادي بيراميدز اتأسس سنة 2008، يعني لسه امبارح سنة 2008، وكان معروف باسم الأسيوطي سبورت. غيروا اسمه بعد ما اشتروه بقى سنة 2018. النهارده بقى نادي بيراميدز خلال 8 سنين 10 سنين النهارده بينافس الأهلي والزمالك. الموضوع يا جماعة بقى فلوس وإمكانيات. يا صديقي، الكرة النهارده عبارة عن فلوس متحركة، إمكانيات. انا ما كلمتكش عن التاريخ ولا عن الجغرافيا ولا عن الكلام ده كله. كرة النهاردة عايز تتكلم كرة، اتكلم كرة، امكانيات وفلوس. عشان دلوقتي تقدر تصعد، تقدر تنافس، تقدر تعمل حاجة للنادي، لازم يبقى معاك امكانيات وميزانية كويسة وفلوس كويسة تقدر تجيب بيها القماشة اللي تخليك تطلع وتتأهل وتلعب في الممتاز وتلعب في الأضواء والناس تبقى مبسوطة منك. مفيش امكانيات، ما تقوليش ده التاريخ، ده مكان الأولمبي، ده مكان سموحة، ده مكان، لا، تاريخ على راسي، لكن لازم امكانيات تقدر تتعامل بيها وتلعب. الاولمبي وصل اول المجموعه بتاعته، بالفعل لعب دوره الترقي وهوب عمل الدروب اللي احنا شفنا عليه. النهارده الناس بتسال وبتقول هو ليه الاولمبي خسر في دوره الترقي وما صعدش، ويعني وزعلانين وكده، وده من حقهم طبعا عشان ده ناديهم وهم بيحبوه والكلام ده كله. لكن في عوامل مهمه جدا، اولها زي ما قلنا الامكانيات، امكانيات النادي، القماشه بتاعت اللاعبين الموجودين، حجم التعاقدات في النادي. حجم التعاقدات ايه؟ احد اسباب الخساره ومن اهمها حجم التعاقدات. قارن كده بين عقود لاعبين ماليه كفر الزيات وبين عقود لاعيبه الاولمبي، قارن بينهم كده وبين عقود لاعيبه ديلفي، يعني هتلاقي الاولمبي هتعرف الفرق. وده مش عيب في الاولمبي، لكن هو الامكانيات كده، هي القماشه كده، هي انت مقدراتك كده، ميزانيتك كده، اللي تحت ايدك تقدر تشتغل بيه وتحت ايد مجلس الاداره يقدر يوظفه، هي الامكانيات دي والميزانيه دي. ثانيا من اهم الاسباب المدير الفني، بغض النظر عن الاسم بقى، انا ما بتكلمش هنا في شخص. الكابتن احمد سمير المدير الفني للنادي ده كان من احد الاسباب، عشان هو جاب التركيبه بتاعت اللاعبين دي وجابها في حدود الامكانيات وفي اقصى نقطه واهم توقيت، ضحى بالنادي والفريق كله وجرى عشان يكون رقم 3 في نادي الزمالك. يعني خلاص الزمالك كده كده فنش وهيقعد بنسبه كبيره جدا، يعني الكابتن سمير هيبقى بره اصلا مع وجود ايمن الرمادي، الاثنين اكيد هيبقوا بره وهيبقى في جهاز فني جديد والدنيا هتمشي كده. في وجهات نظر مختلفة، وجهة نظر بتقول الكابتن أحمد سمير هو يعني الدنيا كلها ماشية كده، وده مدرب جات له فرصة في نادي أعلى وفلوس أكتر فهيرمي الفوطة أكيد وهيطير.
فاعتذر الراجل وراح شاف مصلحته، لان دي مصلحته، هي الكرة كده كل واحد بيدور على مصلحته. يبقى الواقع بيقول كده. في وجهة نظر تانية تقول لك لا، يعني انت تيجي في التصفيات وفي مرحلة حساسة وما ينفعش تبيع النادي وما ينفعش تخون مجلس الإدارة واللعيبة اللي هو جايبهم أصلا، ولا العشاق والمحبين، ولا الناس اللي كانت واقفة جنبك، ولا. بس في عصرنا الحالي يا جماعة مفيش الكلام ده. في عصرنا الحالي جات لك فرصة بتطير، جات لك فرصة بتروح، كل واحد بيدور على مصلحته. مفيش حاجة اسمها ولاء للنادي ولا انتماء للنادي ولا الكلام ده كله كلام يعني ملوش اي اساس من الصحه. اي حد بيجي له فرصه بيروح. كابتن احمد سمير كان بيلعب في مجموعته وحسم الموضوع وتصدر المجموعه وصعد لدور الترقي قبل النهايه بماتشين، وكان متفوق وزي الفل، ومجلس الاداره جاب له لبن العصفور ان لم يكن جاب له العصفور نفسه، يعني دعم بكل ما يحمل معنى الدعم من كلمه مادي ومعنوي وجماهيري. بس الراجل هي في المجموعه كان بيلعب ضد فرق اقل منه في الامكانيات وفي الاسم وفي التاريخ وفي كل شيء، فكان بيكسبهم بسهوله. لكن لما طلع فوق وبدأ يلعب مع الفرق اللي قده واكبر منه في الامكانيات وفي اللاعبين وكده، اتكشف وبان امكانياته وبان حجم لعيبته وبان المجموعه اللي هو جابها والكلام ده كله. وعلى ارض الملعب كل شيء بان، وبدات اتهزم ماتشين او تعادل ماتش واتهزم ماتش، فبالتالي ماتشين هزيمه وتعادل، فبالتالي يعني خلاص بقى يغسل ايده ورمى الفوطه. واول ما جاله العرض قال لك يعني وصولي اصلا هيبقى صعب وخلاص الفرصه بقت قليله، فايه اللي هيقعدني؟ فلا افر من المركب وانط من المركب. وده زعل المحبين والعشاق وزعل ناس كتير جدا منه. كابتن احمد سمير من الشخصيات المحترمه يعني، لكن في الموقف ده بصراحه يعني هو دور على مصلحته اكتر من مصلحه النادي. وطبعا معاه يعني عذره زي ما قلت لحضراتكم ان كل واحد في مجال الكوره بيدور على مصلحته. لو انا بشتغل درجه ثالثه وجات لي مصلحه درجه ثانيه انا هروح، لان انا بعمل كده عشان تجي لي فرصه اكبر واروح لشيء اعلى. فلما يجي له الزمالك حتى لو ثالث فكان هو من وجهه نظره لا، انا دي بالنسبه لي مصلحتي وده بالنسبه لي يعني شيء انا ما ينفعش ارفضه. وبالتالي راح احمد سمير. وهنا بقى اختلفت اقاويل الناس عليه، لا ده خان النادي، لا ده باع النادي، ده ما كانش ينفع يمشي. طبعا هو في التوقيت بس بتاع المشاهين كان صعب جدا، كان ممكن كابتن احمد سمير يستمر او يحاول، لكن هو لما لقى الفرصه قليله وفرصه صعوده قليله بعد الهزيمه بتاعه دمنهور او بلديه كفر الزيات، فبقى الوضع صعب. فقال لا انا مش هصعد، فلا انا اشوف مصلحتي، وغسل ايده وتوكل على الله. وكل واحد له وجهه نظر وكل واحد حر وكل واحد دور على مصلحته. وجهه النظر الثالثه بتقول مجلس الاداره هو السبب. مجلس الاداره عشان لا بندافع ولا بنهاجم، بس احنا بنحط النقط على الحروف. مجلس الاداره بقياده كابتن ناصر الشاذلي عمل ايه؟ تعالى بقى اشرح لك. مجلس الاداره بقياده الكابتن ناصر الشاذلي جاب كابتن احمد سمير وتعاقد معاه واداله دعم لا محدود، ويمكن على يد الناس كلها وعدى الحدود كمان، يعني دعم في كل حاجه معنوي ومادي وكل حاجه. ما فيش في نفسه حاجه ما عملهاش بشهاده الجميع، يعني حتى المنتقدين بيشهدوا ان مجلس الاداره دعم كابتن احمد سمير بكل ما اوتي من قوه. تمام. فالاختيار كان موفق بدليل ان هو كابتن احمد سمير صعد لدور الترقي، فاذا الاختيار مش هنزل العب مكانك يعني. فالاختيار كان موفق. ده بقى اللي عمله مجلس الاداره، ان هو جاب الكابتن احمد سمير واداله الفرصه بتاعته ودعمه بكل ما اوتي من قوه، وباعتراف الناس كلها ان فعلا تم الدعم سواء مادي او معنوي لكابتن احمد سمير، وعطوا له يعني حريه الاختيار والتصرف مع المراقبه طبعا، وبدا يجيب اللاعبين ويجهزهم ويشتغل عليهم، والدنيا مشيت على هذا الاساس لحد ما حصل الدروب. وكابتن احمد سمير قال انا مش لاعب ومش مكمل. ما كانش قدام مجلس الاداره غير ان هو يخلي كابتن محمد صلاح، لان هو طبعا عارف اللعيبه وحاضر من الاول ومعاهم من اول الموسم، وبالتالي اداله الفرصه. ما كانش ينفع يجيب حد لسه جديد عليهم يكتشفهم ويعملهم، وما فيش وقت، هم كلهم 3 4 ماتشات الفاضلين. وبالتالي حصل الدروب ده وكمل الفريق على هذا النحو. وكانت خساره مدويه من يعني كام خساره ورا بعض وتعادل على خساره، واخرهم ماتش دمنهور اللي لولا اسلام جمعه الناشئ اللي طلع للفريق الاول كان زمان الموضوع صعب خالص، والاولمبي كان شال بفرق كبير جدا، وكان هيبقى الموضوع صعب وكان هيبقى مؤثر فعلا ومحزن. لكن ده ما يمنعش ان في فرص،
في فرص جايه، والاولمبي فريق كبير وفريق محترم ونادي ليه تاريخ زي ما بنقوله. فان شاء الله يعني نتمنى تصحيح المسار والموسم الجاي يبقى افضل ان شاء الله. في حلقه تانية بقى هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي الناشئين. انا ما عنديش امكانيات بس اقدر اعمل توليفه من الناشئين كويسه بعناصر خبرات ويبقى عندي فرقه كويسه. هنا بقى انا ابدا اطلع واعمل عمليه تفريخ من الناشئين واطلع، يعني اجيب ناشئين كويسين وابدا اعمل لهم اعداد كويس وابدا ادعم بيهم الفريق الاول. وباذن الله ان شاء الله هنتكلم عن نقطه مهمه جدا في موضوع الناشئين ده وموضوع البراعم، وهو موضوع اللي هو اللي اسمه القطاع الموازي او القطاع الاستثماري، وده موضوع مهم جدا ان شاء الله هنتكلم عليه في حلقه تانية. دمتم في امان الله.